situation in my life يعني اسمه ايه؟ لا علي صوتك. situation في حياتي عامه هو عباره عن وين وين situation. what if I lose يعني ايه اللي هيحصل لو خسرته في حياتك ولا في البيزنس؟ عامه. لا مش عامه، مش عامه، مش عامه. يعني sometimes في حياتي الشخصيه ممكن اوافق ان اخسر. انا بكلمك انت بتسالني حاجه بيرسونال، انا ما اعرفش مايت بي كل واحد يبقى مختلف. ممكن اوافق ان اخسر، يمكن البيهيفير ده ما كانش عندي قبل كده ان انا دايما عايز اكسب، بس في حياتي الشخصيه ممكن اوافق ان اخسر اوقات. مش طول الوقت، ما حدش يحب يخسر طول الوقت، بس انا بكلمك عني بيرسون. اما في البيزنس لا، هو وين سيتويشن. انا مش فاتح البيزنس ده تشاريتي بيزنس. انا بكلمك في بيزنس اتس وين سيتويشن. انا هدخل في حاجه بمعنى ان انا خلينا نتكلم في توريد مثلا. والله انا عايز السعر الفلاني، انا عايز السعر الفلاني المره دي، اوكي، بس انا المره اللي جايه هاخد منك ديسكاونت 30%. انا موافق. هو وين سيتويشن. البيزنس انا مش فاتح تشاريتي بيزنس. I am here to get a profit for my company، سواء الكمباني بتاعتي او انا شغال في شركه. انت مسؤول، ده ايثيكال ان انت تكسب شركتك. الناس دي فاتحه علشان تشوف البروفيت شير وتشوف التوزيعات بتاعتها في اخر السنه، مش فاتحه تشاريتي. فمش بمزاجك. انا اقصد اصلا ان اللي قدامك مش هيسمح لك ان انت اللي تكسب كل حاجه، فعشان كده بتخسر كل حاجه. هو اللي قدامك مش هيسمح لك بده، فانت لو داخل تكسب كل حاجه ده مش هيحصل. هو وين سيتويشن، صح كده؟ معلش ممكن نتناقش في دي بعد يعني. تمام، ده كان سؤالك. انا كان سؤالي خلينا في البيزنس اكتر. لو انا داخل وين سيتويشن، مش وين انت بتدخل ميتنج دلوقتي، ما يبقاش هدفك ان انا هاخد كل النقط. صدقني هتخرج لو بص، اصل هم لو انت رايح الميتنج ده علشان في مشاكل بينك وبين العميل، صح؟ 4 انت داخل تكسب ال4، يبقى ما كانش هيبقى فيه مشكله. يعني هو ليه كان موقف الديل مثلا؟ علشان هو مش موافق على 4 بوينتس وانت مش موافق عليه، انت داخل تكسبهم ال4. بس هو ده اللي انا اقصده. خلي سيلكت بقى وانت داخل، ابقى عارف ان انا عندي، انا بقول لك ده كمثال، ان اكزامبل، ما بقولكش ان ما انت ممكن تدخل تاخد ال4، بس لو هم مايلستونز في الديل، هو كمان عايز يكسب. فانت وانت داخل ابقى عارف انت تشوز يور باتلز. يعني ايه؟ اختار معاركك، هدخل افايت اكتر على انهي بوينتس. هو ده القصد يعني. تمام؟